انا عندي حكايه الفلاح. الفلاح هو الانسان المثالي، بيرعاه ويرويه ويصبر على محصوله لحد ما يحصده باذن الله وياكلوه الناس ويعيشوا عليه. يعني الفلاح يزرع خير ويحصد خير. يعني لو عايز تبقى مثالي علم الفلاح، ازرع بذور الخير بين الناس، بذور الحب والموده، واكيد الكل هيحبك وهتصل خير. وده كمان ده مثالي على الفلاح. وبعد كل رسالة خير. الإمام أو العالم هو الإنسان المثالي، بيعلم الناس أمور الدين والشغل الاطلاع والمعارف علشان يبين للناس الصح من الغلط، الحلال من الحرام، ازاي نصلي وازاي نصوم. بيعلمنا أسرار الكون وقدرة ربنا عز وجل فيما يقول. بيعلمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان نقتدي به، ويعرفنا قد إيه الصحابة كانوا متمسكين ومؤمنين. يعني بيتعلم علشان يعلم. الإمام مهنة عظيمة ومثالية وصاحبها أكيد إنسان مثالي. اتعلم من الإمام من إنك ما تكونش قلقان وتحكي بعلمك ومعرفتك عن أي حاجة. يعني لو عايز تقول أساسه أنت كده فهمت غلط. الغش مرحلة مش من طبعنا، الغش حاجة والبخل حاجة تانية خالص. لو حد من زمايلي عايز أشرح له حاجة وأساعده في فهم الموضوع أساعده على طول. برافو عليك، وتكوني ساعتها آخر كشافة العالم وتكون الطالب المثالي. هات ما عندك يا سلمى وابعت يلا عشان نتعلم، وابعت يلا عليه الدور. الطبيب هو الإنسان المثالي، اتعلم كتير وعرف أكتر وجعل ربنا سبب في علاج الناس لشفاء وراحتهم. الطبيب الكبير الشاطر ومهنته هو اللي بيقابل الناس بابتسامة رايقة بيخفف عن المريض وسط مرضه ومعاناته وبتديله عمر كبير في العلاج، وهو ده بيكون الإنسان المثالي. يتعلم من الطبيب والإمام ذاكر ومجتهد، ما تضيعش وقتنا في أي شيء مش مفيد، ولازم تكون طالب شاطر متميز بالأوقات، لأن الطبيب أعلى درجات العلم والمعرفة. إيه يا ولاد، أعتقد بقى عندكم معلومات كفاية. صندوق الدنيا كفى ورانا كل الحكايات. شفنا الجندي والطبيب والمعلم والإمام. لسه معانا حكاية صغيرة ولكن فيها معاني كتير. يلا أنا كمان إنسان مثالي. إيه يا ولاد، عن النظافة إنسان مثالي. وإيه الخريطة كده يا حبايبي؟ أنا كمان إنسان مثالي. ايه ده؟ عامل النظافة إنسان مثالي؟ ايوه يا ولاد، عامل النظافه انسان مثالي. وايه الغريب في كده يا حبايبي؟ لو الناس بقى اطباء ومهندسين وعلماء ومعلمين موظفين ومفيش بينهم عمال نظافه، كلنا نعيش في بيئه مليانه بالقاذورات والزباله، لان كل واحد فيهم هيكون مشغول بعمل ومش فاضي ينظف الشوارع والحدائق والمتنزهات والمدارس والمصالح المختلفه، ويجمع كمان مخلفات وزباله البيوت. ربنا خلقنا مختلفين وكمان مهن مختلفه ومتعدده وكلنا بنكمل بعض علشان يوصل التكامل. عرفتوا بقى ان عامل النظافه وجوده في حياتنا مهم جدا من حق يكون انسان مثالي. ونتعلم ايه بقى من عامل النظافة يا مس؟ نتعلم ان نظافه خاصه والمحافظه عليه، وكمان نظافه وجمال متناسب من سلوك الطالب المثالي. صندوق الدنيا جاب أسراره ورمت كل الأفكار من غير ما تفكر ولا تختار. كل إنسان في الدنيا ممكن يكون إنسان مثالي، لأن كلمة مثالي بتتقال على كل إنسان شاطر في عمله ومميز في مهنته. الناس كلها تشاور عليه وتقول له برافو مهما كانت مهنته. طبيب، سباك، إمام، معلم، مهندس، فلاح، أي مهنة شريفة يقدر ساعتها يكون على طول إنسان مثالي. وأنت كمان لو عايز تكون طالب مثالي اجتهد في حفظ ذاكرتك حياتك وبص لأكبر منك وحاول تستفيد منه.